إحنا عندنا وارد في الرواية التمس، هاي جاية التمس ولو خاتما من حديد. مستحب واحد يتختم، من علامات المؤمن كما ورد في الرواية التختم باليمين، يلبس له خاتم. أو الأفضل أن يكون من العقيق. في مضمون الرواية ما ردت كف فيها خاتم عقيق، يشيل إيده إلى الله سبحانه وفي يده خاتم أو فص من عقيق يستجاب دعاؤه. العقيق له أهميته. في مضمون الرواية أول حجر أقر بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه العقيق. زين، الآن قد مثلا حجر معين تجي رواية فيه، مثلا الفيروزج، هاي الفيروزج الأزرق، وارد أنه إذا الإنسان ما عنده ذرية، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، يأخذ فصا من الفيروزج ينقش عليه: ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أكو نقاشين يكتبون على الخاتم يلبسه. الراوي يقول مضمون الرواية يذكر صاحب الكافي الكليني عليه الرحمة أن الإمام الرضا عليه السلام قال له: انقش على الفيروزج وإلبسه. قال: ما حال الحول ما دارت السنة إلا وصار لي ولد، صارت له ذرية.